صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونون تمام. تعالوا اكلوا وياي. طبعا هذا المعلم جوزيف هو كان معلمني عليه، كان زمان من ياكل اقول له ايه على ياكل سمك شني، هذا لاكس مدخن. طبعا شنو، بس الملوك ياكلوها، ملوك. طبعا هسه اكيد بعد اكو محلات المانيه بيبيعوا من عنده، يعني مرات تروحون كنا نتريق اي باخ على ايام الخير، ايام المانيا الخير. طبعا ليه هسه المانيا بعدها احسن دوله من باقي الدول، بس تعبت شويه ما شاء الله، كثره الاجانب وكثره العرب. كانت اكو الكارشتاد والكارش هاوس. طبعا هاي اخلي شويه بصل عليها، انا اخلي قليل بصل لانه من الصبح ويجي ناعم يخلوه. كانت ايام زمان الكارش هاوس جو اكو بكراي من هذا مال المعجنات والكوخن والهاي اللفات، شنو من عالم. ألمانيا كانت تجنن أيام زمان، أيام الخير. طبعا ليه هسه هي خير بس شوية تعبت، كثرة الناس، كثرة الدفع، كثرة الاقتصاد، كانت تخبل ألمانيا. أول ما جينا آخر 10 سنين تعبت، 7 سنين، وبعدها أحسن من باقي الدول. شنو كان الألمان؟ أضحككم شغلة، راح أحكي حكي خطير، اشربوا قهوة، راح احكي حكي خطير اسمعوه. تعرفون كل زاني ما احب الغلط، والعوج اموت منه لو على قصر رقبتي. كان ايام زمان المان هوايه، وين ما نطب المان انهزموا من عندنا، قاموا يروحون على الاطراف خطيه وبلدهم. شو شلون عين قويه احنا. المهم كانوا العرب قليلين، كانوا ما يحبون الألمان، وأولهم عمال المعلم جوزيف. كان ما يحضر لين كفار، كان يكرهوهم يموتون منهم، خاصة هم من العرب والنسوان. طبعا تحية كبيرة، طبعا أكيد مو كلهم، أكو عوائل محترمة كانوا يموتون من الألمان، بكفار وما كفار. هسه لما صاروا منبوذين، عفوا بهذه الكلام، هسه الوضع صاير كلش خطير بكل الناس، صرنا العرب احنا مكروهين. زين عيوني، صاروا العرب يترحمون على ايام الالمان، يترحمون. طبعا اكيد تحيه كبيره لكل صديقاتي، كان عندي هوايه ناس من ديسبورغ، مرات نحكي يقولون عيني كنا ننهزم منهم، هم يحكون الحقيقه، يعني يقولون كنا ما نحبهم خطيه. هسه رحمه على ايامهم، رحمه على ايامهم. تعرفون يعني كل زين. والمشكله اكو ناس هنا يدعوا لي بالشرف وبالدين، اكيد تعرفون كل زين، اني كل الناس احبها، سنه شيعه مسيحه كلها. بس اني طبعا التناقض ما احبه. شلون انت تصلي وتصوم وشيخ وما ادري ايش وحجي، تروح لما تفتح محل او شركات بتصير عليك ديون، تروح ترفع القسم، ترفع الهايه، انه انت اشهرت افلاسك. هذا يا ديني قبله. جاوبونا رحمه على امهاتكم، لا تدعون ولا تحملون بالشرف. كلهم هنا اغلبيتهم نصابين وكلاوتشيه. طبعا اكيد اكو عوائل محترمه اللي يجاوبني ويقول لي هاي ليش تحكين على العرب؟ اذا انت منهم فهذا الحكي موجه لإلك، إذا أنت من عندهم مش من عندهم لا تدخل نفسك بشغلات ما تخصك. أكو ناس أني عمي أني قديمة أعرف يا منصبة واحتالة وكلاوتشية يروحون آل شو، والمشكلة ينزلون فلوسهم لبلدانهم وبعدين الدولة تاكل لهم إياه، لأنه تعرفهم يا عزيزي كلنا لصوص، يعرفون انه كلاوات. طبعا كل الدول العربيه تعرف ان انا كلاوات العرب. عيوني اني مدى افتهم، اني اتمنى اخذ لي شيء من السلطه واخلي الحاشيه وياي نسوان. اكو نسوان عمي قويات، اكو نسوان يحكمون، بس اكيد يحكمون بالعدل. اني ما اريد مثلا حتى اكو رياجين يجننون، يحكمون عندهم ذمه وضمير، يعني يحافظون على المواطن. احبكم هوايه واي لاف يو سو ماتش. لا تخافون خطيه من هذا اللي يشرب عرق ويسكي، خطيه هذا يقعد يوصوص ما يحكي ويا احد،
بس على اللي يصلي ويصوم من كل الأديان حتى المسيحيين. احنا عندنا هم كلاوتشية، حتى لا تقولون دا تدافع بس عن المسيحيين. إذا هاي البلد كافرة وغيرها ليش جايين يمها؟ هاي مهجولين وتهريب، والمهرب يضحك عليكم وجايين هنا وعينكم قوية. أودعناكم.